أخواتي إخواني، إننا نهنئ أنفسنا في الاتحاد المغربي للشغل بهذا الفوز الكبير، ونفتخر بالنتائج العظيمة التي حققناها في انتخابات ممثلي المأجورين. وقد خاض الاتحاد المغربي للشغل حملة انتخابية تحت شعار من أجل مناديب وممثلين أكفاء وأوفياء ملتزمين بالدفاع عن قضايا العمال وعموم الأجراء، حيث تعبأ من خلالها في كل القطاعات المهنية من أجل إنجاح لوائح الاتحاد المغربي للشغل. وفعلا استطاع تحقيق نتائج جد مشرفة، وذلك بتصدره المرتبة الأولى في كل القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني بالمغرب. نحن نستحضر نضالاتنا وكفاحنا عبر تاريخنا المليء بالملاحم والبطولات والمواقف المشرفة. نحن نؤكد عمالا وعاملات، مستخدمين ومستخدمات، موظفين وموظفات على استقلاليتنا وتلاحمنا وتضامننا ووحدة صفوفنا لتحقيق مطالبنا وتطلعاتنا وانتظاراتنا، ونعبر عن مواقفنا ورفضنا لكل التراجعات الاجتماعية. نحن عازمون مصرون للدفاع عن حقوقنا المشروعة، ونتعاهد على مواصلة الكفاح من أجل تحقيق مجتمع حر خال من الاستغلال والقهر والتسلط، مجتمع تتكسر فيه القيود وتتحطم الحواجز الطبقية، مجتمع العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مجتمع تتمتع فيه الطبقة العاملة بثمار عملها ومجهودها. نحن متشبثون بمطالبنا ومتمسكون بأهدافنا، وسنواصل التعبئة والتنظيم، وذلك لمواجهة الهجوم المعادي لمصالح الطبقة العاملة المغربية. سنبقى أوفياء لهوية ومبادئ وأهداف الاتحاد المغربي للشغل حتى تتمكن الطبقة العاملة المغربية من تحقيق كامل غاياتها، ونجدد التزامنا بخدمة مصالح العمال والجماهير الشعبية وصيانة مكتسباتها، وسنواصل النضال حتى تحقيق الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية وازدهار الوطن وتقدمه وضمان الحياة الكريمة لعمال وشعب المغرب.